أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. ولو بدأنا مع ضيفنا في أوسلو الملا كريكار. ملا كريكار، لدينا استفتاء على بالهاتف على سؤال: هل تعتقد أن العرب والمسلمين يواجهون حربا صليبية جديدة؟ 96% من المصوتين حتى الآن يعتقدون أننا نواجه حربا صليبية جديدة. ما هو السبب وراء هذه النسبة الكبيرة حول هذا الموضوع برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم يا أستاذ فيصل، ومرحبا بمحاورنا الكريم، ومرحبا بالمشاهدين جميعا. أنا أعتقد أن ما ترسخت في أذهان المشاهدين عموما في بلاد المسلمين مما قرأوا ومما رأوا خلال هذه 20 أو 30 سنة الأخيرة، خصوصا بعد فترة رونالد ريغان، شعروا بأن هناك أرضية صليبية أو أرضية دينية من المحافظين، ما سمي بمحافظين جدد الآن، أرضية دينية هم انطلقوا منها الآن في زمن ريغان وما بعده إلى زمن جورج بوش الأب، إلى فترة كلينتون قليلا، ثم إلى ما ظهر الآن في زمن جورج دبليو بوش الابن. فأنا أعتقد أن هذا نتيجة متابعتهم وقراءتهم، لأنه يربطون الشخصية الأوروبية الغربية عموما وكذلك بأرضيته الدينية، ثم المنطلق الأيديولوجي الديني لهذه المجموعة التي الآن تقود أمريكا.